يا مساء الجمال على أحلى اخوات في الدنيا، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض بسكوت النشادر الأصلي، بسكوت العيد والمناسبات اللي مفيش غنى عنه. خفيف زي الريشة ومقادير مظبوطة بالشعرة، مش هتخليه يفرش منك أبدا. عارفة كمان إن بسكوت النشادر بيظبط مع ناس ومبيظبطش مع ناس تانية من أول مرة. بس النهارده هاقول لكم على الخلاصة، وإزاي يطلع معاكِ هش والنشادر ريحتها مضبوطة والرسمة ثابتة وما بتسيحش في الفرن. هنعمله بطريقة زمان بس بتكات هتخليكِ أستاذة فيه. ما فيش حاجة طبعًا بتفرّح البيت في الأعياد زي ريحة البسكوت في الفرن. النهارده رجعنا لذكريات زمان مع أحلى بسكوت نشادر ممكن تدوقيه، بيدوب في الشاي دوبان. هاقول لكم طبعًا على المقادير بالكوباية وبالجرام عشان ينجح معاكِ من أول مرة. بس لو أول مرة تشوفوني أنا آية ودي قناتي، ويشرفني جدا انضمامكم معايا في القناة. ويلا بينا نبدأ الفيديو اللي معانا ونسمي الله. أول حاجة طبعا بدأت بيها، جبت بولة نضيفة كده ناشفة ونزلت فيها ب250 جرام زبدة. 250 جرام يعني كوبايتين اللي هو المج الشاي. نزلت بيهم وبدأت أضرب فيهم بالمضرب الكهربائي. ضروري جدًا تضربيه كتير جدًا، تحاولي إنِّك تخلّيه زي الكريمي، يعني لازم يكون معاكِ كريمي كده وجميل، تفضلي تضربي فيه. وقبل ما نبدأ طبعًا قبل ما نشتغل خالص نكون حاطين السمنة بتاعتنا أو الزبدة بتاعتنا في التلاجة لمدة نُص ساعة قبل ما نشتغل في الوصفة بتاعتنا، عشان تاخدي نتيجة ناجحة 100%. ونزلت بيهم 150 جرام من السكر البودر. ده عمل معايا كوباية ونص برضه من مَجّ الشاي. أنا باقول لِك المقادير بالكوباية والمقادير طبعًا بالجرامات عشان خاطر تكوني واخدة بالِك من الوصفة وتكون ناجحة معاكِ 100%. زي ما أنتم شايفين بدأت أضرب طبعًا الزبدة برضه بالسكر عشان خاطر يعني هي تتجانس كده مع الزبدة، وتبقى قوامها زي ما أنتم شايفين كريمي كده. ضروري جدًا الخطوة دي، ما فيش غنى عنها طبعًا. لازم كمان يا جماعة عشان نعمل بسكوت يعني يكون هش وخفيف ويكون معانا يدوب كده في الشاي، لازم نمشي بالخطوات واحدة، واحدة. يعني ما ينفعش نحط المكونات كلّها مع بعض ونضرب كلّه مع بعضه، لأ لازم نضرب واحدة، واحدة، خطوة واحدة، واحدة عشان ناخد نتيجة ناجحة 100%. زي ما أنتم شايفين تاني حاجة نزلت ببيضتين، بيضة، بيضة. أول حاجة البيضة تختفي معانا ننزل بظرف الفانيليا وراها على طول عشان الزفارة. تاني بيضة برضه نفس الوضع، بظرف الفانيليا وراها على طول. بيضة، بيضة مش البيضتين مع بعض، لازم من كده عشان تاخدي نتيجة مضمونة 100%. وعايزة أقول لكم هتعملوا البسكوت ده وهيعجبكم جدًا، هتجربوه مرة و2 و3. أنا عن نفسي باعمله كل أسبوع لأولادي، ما فيش غنى عنه، يعني مش شرط الأعياد، لأ كل أسبوع كده باعمل يعني كمية لو بسيطة بتفرحهم، عقبال ما الأسبوع بيخلص باكون عملت كمية تانية. زي ما أنتم شايفين نزلت بمعلقتين لبن بودر، اللبن بودر بيخلّيه طعمه تحفة. وكمان 3 معالق نشا، النشا ده بيخلّي بقى قوامه جميل جدًا معاكِ كده، ويخلّيها البسكوتة بتقطم معاكِ مش مهرية ولا اللي هي دايبة أوي ولا اللي هي مهرية أوي، بيخلّي قوامه برضه كويس جدًا. النشا برضه يعني بتدّي له طعم حلو. لو حابة الخطوة إن هو يكون حلو معاكِ يقدر تحطيه في الشاي ما يقعش منِّك بسهولة، تحطي النشا، عايزاه دايب تستغني عن النشا، ما فيش مشكلة خالص. وهنا بقى بدأت أنخل الدقيق بتاعي. استخدمت طبعًا في البسكوت ده دقيق الضحى، ما باقدرش أستغنى عن دقيق الضحى ده في المخبوزات تحت خالص، أو الكوثر، النوعين دول استخدمتهم وجابوا معايا نتيجة مضمونة 100%. يعني ده اللي أنا باستخدمه، لو أنتِ بتستخدمي أي دقيق تاني ممكن تكتبي لي في الكومنتات لو نجح معاكِ. فبصراحة الدقيق دوًّا بيكون نضيف جدًا، بس أنا حبيت أنخله برضه زيادة تأكيد، وأبين لكم طبعًا معاه يعني معاكم خطوة بخطوة، لإني قُلت لكم هابدأ معاكم البسكوت ده خطوة بخطوة، يعني حتى الدقيق نخلته معاكم. كنت راكنة نُص كوباية لبن زي ما أنتم شايفين، حطيت فيها 15 جرام من النشادر، أو معلقة من الصغيرة اللي هي بتاعة الشاي دي. يعني قُلت لكم برضه المقادير بالمعلقة وبالجرام، 15 جرام نشادر، ما تزوديش عن كده عشان البسكوتة ما تفرشش معاكِ. وحطيت طبعًا حوالي برضه 15 جرام ريحة الموز، لإن حبيت إن أنا كده البسكوت بتاعنا يكون بريحة زمان، و15 جرام ريحة البرتقان. دي ريحة بتيجي من عند أي عطار بتبقى مركزة كده، قولي له عايزة قصنص موز أو قصنص برتقان، بيبقى ريحته تحفة ما شاء الله، بيخلّي البسكوت بتاعِك ريحته تجيب لآخر الشارع. جربوه على ضمانتي بإذن الله. وبعد كده نزلت ب4 كوبايات دقيق، اللي هو معادل نُص كيلو دقيق، 500 جرام. يعني الوصفة بتاعتنا يا جماعة أخدت 500 جرام دقيق، 250 جرام زبدة، 150 جرام سكر بودر، 3 معالق نشا،
معلقتين لبن بودر، 15 جرام نشادر، 15 جرام ريحة برتقان، 15 جرام ريحة موز. وبسم الله ما شاء الله هتاخدي أحلى وصفة ممكن تدوقيها، وبيضتين كمان وظرفين فانيليا. بسم الله ما شاء الله كان جميل جدا. يعني أنا بأمانة ما اكلتش بسكوت بالطعامة دي. هاقول لكم بقى على حاجة عشان برضه الناس اللي بتستخدم المكنة، الناس اللي بتستخدم المكنة تحط ربع كوباية دقيق زيادة. يعني أنا استخدمت 4 كوبايات دقيق، أنت تستخدمي 4 كوبايات ونص، عشان أنا هاشتغل هنا بالكيس الحلواني. زي ما انتم شايفين الدقيق بيختلف من نوع للتاني. الدقيق بتاعي يحتاج 4 معالق، 4 معالق دقيق زيادة عشان يظبط معايا، لأن حسيت إن العجينة يعني سايحة شوية مني، فحطيت 4 معالق دقيق. لو انت هتستخدمي المكنة زودي ربع كوباية. وبرضه وانت بتعجني احنا مش بنعجن طبعا عجين، احنا بنلم العجينة بس عشان الدقيق ما يعملش عرق. ضروري جدا الخطوة دي، اوعي تعجني. عجنتي هتلاقي الدقيق معاكي عمل عرق، وهتحسي ان البسكوتة ناشفة معاكي. احنا عايزين البسكوتة تبقى كويسة كده ودايبة معانا، وبكده هتدوب معاكي في الشاي وهتاكلي احلى بسكوت ان شاء الله. زي ما انتم شايفين جبت الصاج بتاعي كان بيلزق، الصاج بتاعي بيلزق. ما احطش اي ماده دهنيه نهائي، لان الماده الدهنيه هتدي للعجين زياده عن طاقته، فهيقوم فارش معاكي زياده برضو عن طاقته. لو هو اللي عندك اي صاج بيلزق تحطي ورق الزبده هيطلع معاكي في المعقول خالص. هو بالطبيعي طالما حاطين نشادر البسكوت هتفرش سيكه كده، يعني هتفرش حاجه بسيطه مش قوي، لكن هيبقى خفيف جدا معاكي، وباذن الله يبقى احلى اطعم بسكوت تعمليه. زي ما قلت لكم لو الصاج بيلزق ما تحطوش اي ماده دهنيه، افرشي ورق الزبده. لو ما بيلزقش اشتغل على طول برضو بدون اي ماده دهنيه. زي ما انتم شايفين كده الصاج ده كان بيلزق معايا، حطيت ورق الزبده. الصاج التاني ما بيلزقش اشتغلت عادي، وان شاء الله ينجح معاكي زي ما نجح معايا. يعني اتمنى كده تجربوه وتقولوا رايكم فيه. بتبداي بقى واحده واحده كده تشتغلي. يعني اشتغلت بالكيس الحلواني، البلبله كانت F5، بلبله بسكوت عادي بتجيبيها من عند اي مستلزمات حلواني. زي ما انتم شايفين كده بقى النتيجة معايا بسم الله ما شاء الله، أحمر من فوق ومن تحت، فوق زي تحت بالضبط. يعني زائد حاجة بسيطة جدًا. وبالهنا والشفا طبعًا على قلوبكم. وبكده نكون عملنا مع بعض أحلى وأخف بسكوت نشادر. شُفتوا الطريقة سهلة إزاي، ما فيش حجة لأي حد بقى، قوموا كده وجربوها وفرحوا البيت كله بالريحة وبالطعم بتاع زمان. ولو عجبكم الفيديو بتاع النهارده أو استفدتوا بمعلومة، ما تنسوش طبعًا تعملوا لايك وشير علشان الكل يستفيد. واكتبوا لي كمان في الكومنتات بتتابعوني من أي بلد. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم وتكونوا استفدتم بيه بأي معلومة لو بسيطة حتى. واستنوني إن شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة مع آية، وبألف هنا وشفا على قلوبكم. ودي كانت كل أسرار بسكويت النشادر المقرمش. بجد جميل جدا، جربوه على ضمانتي بإذن الله. ولو لسه ما اشتركتوش في القناة نوروني عشان طبعا يوصلكم كل فيديو جديد بنزله أول بأول. بجد يسعدني جدا انضمامكم معايا في القناة. وشكرا جدا من كل قلبي لكل اخواتي اللي بيتابعوني، وشكرا للتعليقات الجميلة اللي دايما بشرف بيها. أشوفكم على خير بإذن الله فيديو جديد. مع ألف سلامة، مع السلامة.